هنعمل كيك فانيليا بطريقة بسيطة قوي. الكيك ده حلو جدا، بيتقطع مكعبات صغيرة كده، 3 في 3 أو 2.5 في 2.5. المهم هو بيتقطع مكعبات صغيرة، لأن الكيك نفسه مش مرتفع. وبيتعمل في صينية البسبوسة أو صينية الطرد، شكله بيبقى جميل جدا. بعد ما بيستوي بيبقى حلو قوي. الكيك ده انا تالت مره اعمله، اول مرتين عاملاه زي الفل بصراحه، لان المقادير عاديه احنا بنعملها على طول. المره دي بقى استخدمت حاجه خلت الكيك فشل معايا، هتشوفوا معايا في الفيديو. وما تستخدموهاش تاني، انتوا يعني ما تستخدموهاش. انا استخدمتها بوظت حاجه، انتوا ما تستخدموهاش. اتمنى من المشاهدين الجدد اللي بيشرفوني يشتركوا في القناه وفعلوا جرس اختار الكل علشان يوصلكوا كل جديد. واجبي امام الله اقول لكم ايه اللي انا استخدمته وبوظ الكيكه، علشان انتوا ما تعملوش زيي. هنجيب درق الخلاط، هننزل بحبتين بيض في درجة حرارة الغرفة ونص كوباية سكر، هنخفقهم مع بعض، وبعدين هننزل عليهم بنص كوباية زيت، وهنضيف طبعا فانيليا. وبعدين هننزل عليهم كمان بكوبايه حليب دافي، عليها معلقه خل، بنركنها بره يعني ثواني كده تروب شويه. او كوبايه زبادي براحتكم، يا اما حليب عليه خل يا اما زبادي، يعني شيء يرجع لك، زبادي اللي هو الروب او اليوجرت اللي بتحبوه حسب المتوفر عندك. هنخلطهم مع بعض، طبعا ضايفين عليهم فانيليا. بعد ما نخلطهم مع بعض كلهم هننزل بيهم في بولة، وبعدين هنضيف الدقيق هنا المقدار اللي احنا عملناه ده هياخد معانا كوبايتين دقيق. كل كوباية دقيق بتاخد معلقة صغيرة بيكنج باودر. كيس البيكنج باودر 23 جرام، انا وزنته طلع 25 جرام معايا، بس هو مكتوب عليه 23 جرام. احنا استحالة نضيف الكيس للكوبايتين، هي كل كوباية اصلا بتاخد معلقة صغيرة بيكنج باودر بس مش اكتر من كده. طبعا وبنضيف ذرة ملح على كوبايتين الدقيق. هنا الدقيق انا مش هضيف الكوبايتين مره واحده، ليه؟ ممكن ما تاخدش الكوبايتين معايا او ممكن تاخدهم، بس انا اخدت معايا الكوبايتين. ممكن نوعيه تاني ياخد كوبايتين الا معلقه. هنا في المعتاد ان احنا لما بنضيف الدقيق بننزل باول كوبايه كلها على بعضها، لكن الكوبايه التانية بننزل بيها سنه سنه حبه حبه بالتدريج لغايه لما بنوصل للقوام اللي احنا عايزينه. الكوبايتين بياخدوا معلقتين صغيرين بيكنج باودر وذره ملح. الكيك اللي بيبقى بالزيت ما ينفعش يبقى تقيل، ليه؟ القوام بتاعه لازم بيبقى ايه، وسط شويه، هتشوفوا معايا القوام هنا. لكن القوام التقيل لا، ده بيتعمل بالكيك اللي هو الدسم، كيك الزبده. لكن اللي بالزيت لا، القوام بتاعه بيبقى عادي وسط. لو عملتيها القوام تقيلة هتبقى الكيكة كبسة، وانت بتاكليها تحسيها بتقف في الزور، زي ما تلاقي في ناس كده كبسة برضه وبتقف في زورك. دايما في حياة اي حد بيبقى عندهم ناس سبحان الله دمها تقيل بتقف في الزور كده، دي حقيقة. انا مش ببالغ ومش بهزر يعني، انا بتكلم من الواقع، دي حقيقة، في ناس دمها كابس وتقف في الزور. ما علينا. المهم كده خلاص احنا هنخلط الكيك، هنوصل للمرحله اللي احنا عايزينها. كده انا اخدت الكوبايتين. الفرن بتاعتي كده انا مسخناها على درجه حراره ما بين 170 ل 160. الصينيه دهنها سمنه معفراها بالدقيق. بعد ما اخلص الكيك هنزل بيه في الصينيه. هقول لكم بقى الحاجه اللي خلت الكيكه فشلت معايا. مش فشلت، هي كانت طالعه كويسه وكله، بس لونها غامق قوي. غامق ليه؟ علشان البيكنج باودر اللي انا استخدمته طلع المضروب مش الاصلي. هقول لكم شكل الاصل ايه وهقول لكم التقليد شكله ايه. هي الكيكه كانت غامقه خالص، ليه؟ لان المضروب ده اسمنت، يعني هي الكيكه طبعا مش هتتاكل. فانتوا برضو ركزوا وانتوا بتشتروا، شوفوا الاصلي وشوفوا التقليد. عموما هي شركه دريم دلوقتي منزله، الاول كان في منتج نازل الكيس فيه الناحيه اليمين حمراء وال والشمال حمراء، الاتنين لونهم احمر الخطين. خدوا فترة تاني نزلوا كيس الناحية اليمين صفرة والتانية لونها احمر. بس اهم حاجة اللي بيميز التقليد عن الاصلي الاكسباير بيبقى مكتوب في المنتصف بتاع الكيس، التقليد مش عليه خالص. هوريهولكم بعد ما نخلص الكيك، هوريهولكم قدام شويه. بعد ما خلصنا حطينا الكيك في الصينيه بتاعتنا كده، هننزل بشوكولاته شيبس من فوق. شوكولاته شيبس ده اختياري، اللي حابب يضيفه براحته. بس المغاربه بيعملوا الكيك ده دايما، الكيك ده بيتباع عندهم في الكافيهات هناك، بيتقدم مع الشاي مع القهوه مع النسكافيه. ما بيبقاش مرتفع زي عندنا احنا في مصر. لما بيعملوا الكيك بيعملوه في الصواني اللي هي المرتفعة العالية، زي اللي بنعمل فيها مثلا المكرونة البشاميل، فبتبقى عالية. هما لا، هما دايما اغلب الكيكات عندهم بتبقى منخفضة كده، حتى الكيكات اللي بتتباع في الكافيهات زي ما انا بشوف عندهم في القنوات لا، بتبقى حجمها صغير. كده هندخلها الفرن في الرف الوسطاني. هتاخد ممكن ربع ساعة تلت ساعة حسب الفرن بتاعتك. تعالوا بقى نشوف الأصل. هنا مكتوب عليه الإكسباير، والناحية الشمال حمراء واليمين صفراء، وهتلاقي عليها من فوق ايه، طريقة جديدة لأفضل كيك. تمام.
التقليد بقى مكتوب عليه من فوق اعملي احلى كيكه في مصر. اول ما تلاقي كيس مكتوب عليه اعملي احلى كيكه في مصر اوعي تاخديه. كمان التقليد الكيس بتاعه اكبر من الكيس الاصلي. الكيس الاصلي كنز شويه، التقليد اكبر واضح. حتى ركزوا في الشمال وركزوا في اليمين، اليمين كيس عادي، التقليد الكيس كبير. التاريخ الاكسباير مفيش. المكتوب احلى كيكه في مصر ده سيبكم منه، ده ما تشتروهوش. التاني اللي هو مكتوب وصفة جديدة لأفضل كيك، هو ده الأصلي، ده بتاع شركة دريم الأصلي. لكن التاني المضروب. وخلي بالكم كل المنتجات في مصر بلا استثناء اتضربت. يعني وانتوا بتشتروا الحاجة ركزوا، شوفوا القديم اللي كنتوا بتشتروه ايه وشوفوا الجديد ايه، لأنه الأغلبية العظمى الحاجات اللي بتتشرب أو بتستخدموها في البيوت كلها بقى مضاف عليها اسمنت. الاسمنت عادي، اسمنت ابيض ناعم، هو شبه النشا، هو شبه البيكنج باودر، مادة بيضة. فقبل كده كان في جبنه بيضه مصنعينها ضايفين عليها بودره سيراميك، لما نشوف هيودونا لغايه فين. كده انا عرفتكم الفرق بين ده وبين ده، وان شاء الله لما تيجوا تشتروا تعرفوا. وبس كده، واتمنى لكم الصحه والعافيه والستر يا رب.